انظروا إلى هذين التوأمين، توأمان. انظروا، إنهما توأمان بحوزتي الآن كما ترون. والآن لكي نبرهن أن هناك نوعا من الخداع وأن تطابقهما ليس إلا بالغلاف فقط، ولا أعلم هل يرغب القس ستانلي في التعاون معي، وإلا سوف أطلب المساعدة من أحد الحاضرين هنا. وأقول إذا تفضلت لمساعدتي فضلا افتح الإنجيل الإصحاح 37 من سفر إشعياء لكي تلاحظوا كيف أن هذان التوأمان اللذان تقرؤون منهما لكي تروا بأعينكم، لتروا كيف يخدعون العالم المسيحيون وكيف أصدروا ملايين النسخ وخدعوا الناس العاديين أو العامة. سأظهر لكم الآن هذا لترون، وأتمنى أن يكون ذلك بمساعدة القس لي. هلا أخذت الإنجيل المقدس يا سيدي وفتحت الكتاب على الإصحاح 37 وسأقرأ من الكتاب الذي معي، نرى هل هم متطابقين؟ هلا سمحت يا سيدي، المطلوب منك أن تقرأ معي للتأكد فقط. افتح سفر إشعياء الإصحاح 37. أي فقرة؟ الفقرة الأولى. هل تتابع يا سيدي؟ نعم، الفقرة الأولى. عندما سمع الملك حزقيال في ذلك مزق ثيابه وتغطى ودخل بيت الرب. هل تتابع ما أقرأ سيدي؟ نعم أتابع. وأرسل اليقين الذي على البيت والكاتب وشيوخ الكهنة متغطين بمسوح الإشعياء بناموس النبي. أتابع في الفقرة الثالثة، فقالوا له هكذا يقول حزقيال هذا اليوم يوم شدة وتأديب وإهانة، لأن الأجنة دنت إلى الموالد ولا قوة على الولادة. ولعل الرب إلهكم يسمع كلام ربشقيال الذي أرسله الملك آشور سيده ليعين الآلهة. فوبخه بالكلام. ثم رجع ربشقيال فوجد الملك آشور يحارب، فأرسل رسلا إلى حزقيال، فأخذ حزقيال الرسائل من يد الرسل وقرأها، وهكذا يستمر الكلام. أليس كذلك يا سيدي؟ نعم. ولكني يا سيدي أنا لا أقرأ من سفر إشعياء، بل أنا أقرأ من سفر الملوك. كفى، اذهب واجلس وأبرز ذلك عندما يأتي دورك. هذا من جمال الإنجيل. كما رأينا أيها السادة، كنت أقرأ كلمة بكلمة من سفر الملوك الثاني الإصحاح 19، وفي الوقت الذي كان يصدق هو على ما أقرأ من سفر إشعياء. ودعوني أعرض عليكم معلومات جمعتها من مثقفي المسيحيين، وللقس أن يعارض على كلامي إن كان خطأ. يستطيع أن يراجعني. لقد أخبروني بأن الإنجيل ليس وحيا لفظيا مثلنا. نؤمن نحن المسلمون بأن القرآن وحيا لفظيا أوحي به للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث يقول الوحي للنبي قل هو الله أحد، فيقول النبي محمد قل هو الله أحد لا يزيد. فيقال له الله الصمد، فيقول الله الصمد. فيقال لم يلد ولم يولد، فيقول لم يلد ولم يولد. وهكذا نستنتج أن القرآن هو عبارة عن وحي لفظي. أما النصارى فلا يؤمنون بالوحي اللفظي، إنما يؤمنون بأن الروح القدس يوحي للبشر ويلهمهم أن يكتبوه. لكن من الناحية العملية لا يمكن لشخص أن يعيد صياغة ما قاله شخص آخر كلمة بكلمة. فمثلا إذا حدثك شخص ما في هذا اللقاء، فليس بإمكانك صياغة كلامه كلمة كلمة لهذا الشخص من الحضور، فالناس تختلف وحتى المقاعد تختلف. لا يوجد اثنان متطابقان، لكن هنا متطابقين تماما. وهذا ما معناه أن النص قد سرق، أو ما نسميه في الأدب السطو. وهذا معناه أن هناك شخص ما انتحل ما كتب بالكامل وراح يكتب، ثم يقول هذا ما أوحي إلي خاص بي،
وهو ما نسميه بالسطو. والآن لو فعل أحدكم ذلك لكان سيعاقب ويسجن، فالله منزه أن يفعل ذلك ليأتي الوحي فيلهم شخص ثم ينسى فيلهم غيره كلمة بكلمة وينتحل شخصية النبي. الله منزه عن ذلك.